اهلا بكم في مقارنه سندوتش جمبري مقلي. معنا بحري، فارس او لطاطا، وبناء على كومنتاتكم دخلنا شيرين بزون المقارنه من غير ما يعرفوا. نسمي الله ونبتدي ببحري وسندوتش الجمبري 175 جنيه، 150 و25 ضريبه. سيبك من التوصيل مش مشكله. هنبتدي من الغالي للارخص. تيجي نفضي ونجمع تاني. اعمله هو النص والطحينه، فهو كام؟ 8 جمبريات بس جمبريايه، واخد بالك انت عزيزي؟ نديله شويه السنتي بيفرق. يا لهوي على شويه الطحينه. السنتي في الجمبري يفرق في سعر الجمبري والخامه نفسها. قطمه فيها غنى يا ولا، قطمه فيها غنى. جمبريه فيها قرشه، طعمها حلو. سندوتش غالي بس سندوتش جمبري. انت ممكن تروح تاكل بال 170 جنيه دول سندوتش برجر فعلا، او سندوتش فرايد تشيكن، بس ده فسفور. من 175 ل 165 شيرين بزون. هتقولي هي فود، ما انت اكيد مبلغهم انك هتعمل مقارنه. هقول لك يا عزيزي، هاني فود ليه خططه وليه طريقته اللي يعرف يضحك بيها. الله، تغليفه وصورتي جميله، مفيش كلام. صح يا عزيزي؟ صوره هاني. بص، امان يا باشا، عشان ما حدش ياكل من السندوتش بتاع الجمبريايه. امان. سامع صوت التكه؟ امان يا باشا ولا لا؟ احنا بقى طلبناه تيك اواي. قلنا لهم هنيجي حد يستلم، خلينا حد يتصل، وقام كبسنا عليهم في الفرق. قلنا لهم احنا هنا يا حبيبي، هات السندوتش ده بتاعي ولا، عشان يبقى بكل مصداقيه اللي هيطلع للعميل هتشوفوه. السندوتش ومخلليه. طب كانوا ادوني طحينه احسن. هي شيرين بزون ما بس انا عارف ان رغيف جنب. بص بقى، ادي جمال شيرين بزون. جمال شيرين بزون ان يهتم بالرص، يهتم برص الحاجه. وزي ما انتم شايفين يا عزيزي، ده سندوتش بامانه الله اللي هيخرج لك حتى لو انت طالبه. ده الطبيعي، يعجب لكم حقيقي الطبيعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول 10 جمبريات. حجمهم تعالوا نشوف حجمهم كويس. حجمهم طلعه واحده. هي انا ما رضيتش، كنت هطلعها كانت ملغوصه طحينه عشان هم حاطين طحينه وكابوتشا تحت. مش هشكر في نفسي، بس السندوتش حلو قطمه كمان. فرق عن اي سندوتش تاني؟ هقول لك ان انا بخبرتي كصاحب المطعم ان الجمبري بتاع شيرين بزون مش بهزر. الجمبري السندوتشات ليه اصلا السندوتش واصل للرقم ده في شيرين بزون؟ شيرين بزون بيقشروا الجمبري ويقلوه. اي مطعم تاني، في مطاعم تانيه، مش هقول اي مطعم، في مطاعم تانيه بتجيب الجمبري اللحم اللي هو الاكياس وتقلي منه على طول، فده بيكون ارخص. لكن انك تجيب جمبري وتقشره وتقليه ده اغلى، بيتضاعف. يعني كيلو جمبري لما تقشره يصفي النص، يعني كيلو جمبري يصفي النص. مش عايز اطول عليكم في سندوتش هاني فود ده، خش على بعض. وتالت واحد معانا فارس، والسندوتش ب 150 جنيه، ارخص من شيرين بزون 15، ويعتبر قريب. ايه ده؟ حاطين عليه يا يوسف؟ طالب سندوتش جمبري مقلي ولا بالصوص؟ ده؟ طالبه مقلي عادي. هو سندوتش جمبري مقلي عادي وعيش شامي، ماشي مفيش مشكله، بس في صوص من فوق. اخد واحده كده اتست. رق اصغر شويه عن اللي فاتوا، صح؟ واضح عزيزي في الكاميرا وهم حاطين صوص، بس انا اصلا يعني حاسس ان صوص ده صوص دايناميت سنه، وبسبب صوص الدايناميت مع الخس كتير مش عارف اميز اذا كان هو قوي ولا لا. بس هو طعم يعني كميكس هو ساندوتش حلو، بس انا ما كنتش طالب الصوص ده اصلا. هو حاطين صوص دايناميت اجباري. هل ده فارس دايما كده ولا لا؟ ولكن فارس كسب معانا في مقارنات كتير، فالمره دي نخش على بعض وبعد كده نحدد. اخيرا طقطق والشنطه. يمكن عشان هي ساندوتش فيقول لك خد يلا اخلع بعيد عني، انت واخد ساندوتش يعني بالضريبه هو ساندوتش 150 جنيه. فاهمين؟ هو الساندوتش بكام؟ 150 جنيه الساندوتش عند طقطق. ودي تغليفه طقطق من زمان، من ايام جد وجدك ياض امان قوي. هو بقى واخد نظام الكبده والجمبري. هم اصلا عندهم كبده ومخ وجمبري، جاي معاها طحينه ميني طحينه. طبعا كتر خيره، في ناس بتحطها جوه وفي ناس ما بتحطهاش. احنا نخليها بره وندوق الجمبري. ندوق الجمبريه كده الاول، ندي اجنب الطحينه عشان السندوتش يتبلع كده. طيب لو حلفت لكم ان طعمه مختلف عن اللي فاتوا خالص، وان هو فارس كان في حته وده كان ليه طعم عارف طعم الخضره اللي في الساندوتش مع طحينه. طقطق معروفه يعني، هي
تحفه. بس عايز اقول حاجه، طعم السندوتش ده يميل للناس اللي هو الشرقاوي والحاجات دي، اللي هي بيبقى المطاعم اللي فيها الكبده والمخ، الطعم مايل للحته دي. وفي النهايه يا عزيزي اللي هقول لكم ده بامانه الله ما بكذب فيه، شريمب زون وبحري الطعمين قريبين لبعض. طقطق وفارس هم عاملين ميكس كده خاص بيهم، طعمهم حلو طعمهم حلو. ولكن ايه سبب ان السندوتش اصلا غالي؟ اللي هقوله لكم ده حقيقه وكلام انا بامانه الله هتحاسب عليه قدامكم. السندوتش غالي ولكن ما فيهوش مكسب. على فكره انت ممكن يعني انت بتتفرج تقول يا سندوتش ب 165 جنيه وما فيهوش مكسب، عايزين تغلوه اكتر من كده ايه؟ احنا بنجيب كيلو جمبري بقشره ونقشره ونقليه. قلت لكم في مطاعم تانية بتقلي الجمبري اللي هو جاي اكياس اللحم دي، طبعا كلنا عارفينها بنشوفها في السوبر، بنشوفها في اي مكان، مش شرط كده، في منها خامات بردك، 1 و2 و3 و4 في خامات كده. ليه السندوتش ده غالي؟ انا واثق ان الجمبري ده، انا عارف الجمبري ده ايه، ده جمبري قشر بيتقشر يصفى من كيلو ونص كيلو، فبالتالي الكيلو اللحم منه بيبقى 2 كيلو، فيعني بمقام 2 كيلو قشر، يعني لو الكيلو ب 800 هيبقى ب 1600 عشان يتقلي ويطلع سندوتشات، والعدد اللي انت شفته عشان كده بيبقى ليه السعر دوت. فالاثنين سعرهم بالنسبه للوقت اللي احنا فيه دوت هو ده سعر السندوتش الجمبري النظيف. لو عايز تاكل سندوتش جمبري قوي، هل المطاعم التانية بقى بتعمل سندوتشات ايه حلوه؟ بص انا ما اعرفش، انا اعرف ان انا بكلمك عن حاجه انا فاهمها، دي شغلانتنا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كانوا معاكم كاني فود، انا مش عايز ادخل شريمب زون تاني مقارنات عشان ما اضطرش ابرر واحكي لكم حاجات. بصوا احنا في غنى، ما حدش يكتب لي تاني داخل شريمب زون، انا دي دخلت وسمعت كلامكم هتجيبوا لنا كلام. سلام.